ليه بطلت استنى التشجيع من الناس؟ مهم جدا على فكره ان الناس تشجعك وتزقك وكده، بس ليه بطلت اعمل كده او ليه بطلت اهتم بالموضوع ده او اركز معاه؟ خليني احكي لك حكايه صغيره. من كذا سنه كده كنت ماشي مع واحد صاحبي جدا جدا، كان من اقرب الناس ليا ساعتها، مش دلوقتي، ساعتها، ولنفترض يعني ان هو اسمه حسن، وكنا ماشيين في الشارع بعد الظهر حته حوالين عباس العقاد كده، وقلت له حسن انا يعني عايز افتح قناه يوتيوب. افتح قناه يوتيوب دي حسستني ان انا هفتح كشك، قصدي ان انا عايز اعمل قناه يوتيوب يعني، وعايز ابقى يوتيوبر. فراح باصص لي بقرف كده وقال لي ايه يا ابني العبط اللي انت بتقوله؟ حرفيا بالظبط كده، ايه العبط اللي انت بتقوله؟ هتبقى زي العيال الملزقه اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب دي وبتاع. الموضوع كان محبط جدا جدا، وبرغم ان هو كان محبط انا ما استسلمتش. يعني ايه؟ انا رحت سبته ورحت عملت قناه اليوتيوب؟ لا خالص، انا فضلت ازن عليه وفضلت احاول اقنعه، علشان هو كان شخص مهم جدا جدا في حياتي، كان حد من اقرب الناس ليا ساعتها فعلا، وكان رايه بالنسبه لي مؤثر. طب هل سمعت كلامه في الاخر وما عملتهاش؟ ما انا لو ما عملتهاش ما كانش زمانك بتشوف الفيديو ده دلوقتي، صح؟ الحقيقه ان انا عملتها، بس عملتها بعد ايه؟ بعد ما عديت بفتره كده فكرت فيها في شويه حاجات، والفتره دي طلعت لي اول سبب انا هقوله لك دلوقتي من الثلاث اسباب اللي انا هكلمك عليهم، ان انا ليه بطلت فعلا اعتمد على تشجيع الناس او بطلت اهتم بيه. اول سبب خلاني فعلا ابطل اعتمد على تشجيع الناس او ابطل اهتم بيه خالص، ان انا ادركت من التجربه اللي حصلت لي مع حسن ان تشجيع الناس انت لو اعتمدت عليه عمرك ما هتعمل حاجه. يعني انا لو اعتمدت على ان انا الناس مستني الناس تشجعني علشان اعمل حاجه معينه، او مستني تشجيع حتى مش من الناس بقى، من ناس معينه قريبه مني جدا عشان اعمل الحاجه دي، غالبا عمري ما هعملها. طب ليه عمري ما هعملها؟ علشان لو افترضنا ان انت فعلا بقى الناس دي فعلا جديره بالثقه، وناس فعلا تحب لك الخير وتحب ان انت تعمل اللي انت نفسك فيه وكل الكلام الحلو ده، لو افترضنا ان كل ده موجود، فهو ببساطه الناس بتشجعك على الحاجه اللي هم نفسهم مقتنعين بيها. والناس دي مهما كانوا قريبين منك ومهما كانوا بيحبوك ومهما كانوا شبهك، فهم ما زالوا ناس مختلفه عنك، بتجارب مختلفه، بحياه مختلفه، بكل حاجه مختلفه. فلما هيشجعوك على حاجه هم نفسهم مقتنعين بيها، ولو مش مقتنعين بيها مش هيشجعوك عليه. بالعكس، ده لو هم بيحبوك وبيحبوك جدا وقريبين منك جدا ومش مقتنعين باللي انت عايز تعمله، مش هيشجعوك عليه خالص، هيبقوا مصممين ان انت لازم تعمل اللي في دماغهم هم. فده اول سبب، ان انت لو اعتمدت على تشجيع الناس ليك علشان تبدا تعمل حاجه انت بجد عمرك ما هتعملها. ومش بس كده، كمان انت هتلاقي نفسك ان انت بتعمل حاجات تانية مش شبهك، وبتعمل حاجات تانية مش بتاعتك، او بقى خلاص انت قاعد مكانك ما بتعملش حاجه. ليه مش شبهك وليه مش بتاعتك؟ علشان ببساطه انت لو اتاثرت بالناس اللي حواليك اللي هم فعلا بيحبوك وبيتمنوا لك الخير، وما عملتش الحاجه اللي انت نفسك فيها والحاجه اللي انت نفسك تعملها او شايف ان انت المفروض تعملها، فهتلاقي نفسك بالتالي بتتاثر بيهم وبتعمل الحاجات اللي هم شايفينها صح، اللي ببساطه هي مش شبهك، هي شبههم هم. فده كان اول سبب. بس قبل ما نخش على تاني سبب بقى، لو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش يعني. بس عشان اقول لك على تاني سبب، خلينا نرجع بالزمن كده كام سنه لورا، مش سنين كتير يعني، خلينا نقول سنتين. 27/8/2023. ليه التاريخ ده بالذات؟ مفيش حاجه معينه حصلت فيه، بس خلينا ناخد عينه عاديه جدا من الايام. 27/8/2023 رحت الشغل عادي جدا، وقعدت اشتغل، وقعدت مع اصحابي وقعدنا نرغي، وقعدوا يحكوا لي واحكي لهم. ايوه احنا بنعمل كده في الشغل، كنا بنحجز ميتنج روم مخصوص عشان نقعد نرغي فيها عادي يعني، واي حد عايز يخش يشتغل بنطلعه بره عشان احنا حاجزين. المهم انا كان ليا 2 صحاب قريبين جدا 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 ساعتها في الشغل القديم ده، وخدت رايهم في حاجه مهمه في حياتي، وهم وقفوا جنبي وقالوا لي نصايحهم، ودول برضو كان رايهم وتشجيعهم مهم جدا بالنسبه لي. خلصت الشغل وروحت، ولقيت ان انا قاعد بخطط لوحدي، بركز لوحدي، وبذاكر لوحدي، وغالبا برضه هنفذ لوحدي. يعني كل الحاجات اللي انا عايز اعملها او كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه انا واصحابي دول هو مهم جدا وكل حاجه، وتشجيعهم جميل، بس ببساطه التشجيع ده مش هيفضل موجود على طول. بس ببساطه انا مثلا دلوقتي بعد سنتين انا مش معاهم، احنا بعيد جدا عن بعض. فبعد فتره، وفتره قليله، ما استنيتش ان انا ابقى موجود بعيد عنهم ولا حاجه، بس بعد فتره قليله استنتجت حاجه مهمه جدا، ان التشجيع بتاع الناس مهما كان حاجه حلوه ومهما كان مهم بالنسبه لك هو مش هيفضل موجود على طول، مش هيفضل موجود غير لما تشوفه. هل ينفع بقى انت كراجل كبير كده محترم ملوي هدومك؟ عمري ما فهمت يعني ايه ملوي هدومك، بس تقريبا ملو هدومك، ملو ده انت مالي هدومك يعني هدومك حلو عليك فانت جامد، ما علينا. يعني ينفع تبقى راجل محترم كده وتبقى مستني ان يبقى في ناس تشجعك، ولو هم مش موجودين انت مش هتبقى متشجع كفايه عشان تعمل الحاجه اللي انت بتحب تعملها او اللي انت نفسك تعملها؟ ما ينفعش خالص. التشجيع ده علشان تعرف تبقى ناجح في حاجه وعلشان تعرف توصل لحاجه في حياتك، لازم اي تشجيع في الحياه يبقى طالع من جواك انت، لازم يبقى انت جواك سبب كافي
ان انت تتشجع بيه. واخد بالك انا قلت ايه؟ سبب. السبب ده يعني هدف، يبقى عندك هدف هو اللي بيشجعك وهو اللي بيحركك وهو اللي كل ما تبقى متضايق او كل ما تبقى مخنوق او كل ما تبقى تعبان يقومك ويخليك تعمل اللي انت بتشتغل عليه واللي انت عايز توصل له. علشان ببساطه انت لما هتبقى متضايق شويه مش هتلاقي اصحابك او مش هتلاقي الناس القريبين منك جدا اللي هم شجعوك وخلوك تتحرك في الاول، مش هيبقوا موجودين عشان يحركوك على طول، بس انت على طول موجود. فانت لو انت عندك من جواك سبب ومن جواك في هدف بيحركك تفضل تتحرك على طول وهتفضل على طول متشجع. فدي حاجه لفتت نظري ان انا لازم التشجيع اللي انا عايزه ما يبقاش من الناس، ما استناش تشجيع من الناس، انا هستنى التشجيع من جوايا انا. يعني ايه هستناه من جوايا انا؟ يعني هستنى يبقى انا جوايا دافع كافي وجوايا هدف كبير هو اللي بيحركني وهو اللي بيخليني قادر اتحرك وقادر استمر على التحرك اللي انا اتحركته. وخلينا ندخل بقى على تالت سبب لفت نظري جدا جدا من يومين بس. من يومين انا كنت قاعد بلعب بلاي ستيشن مع ابن اختي، كنا بنلعب فيفا اونلاين، واحنا بنلعب بنتكلم فيديو كول على طول، واحنا بنلعب هو كان معاه الكوره وقرب على الجون شويه، فقعدت اقول له شوت شوت شوت. الموضوع من بره يبدو كاني بشجعه ان هو يجيب جون، وعادي على فكره فاليد، يعني ممكن ده يحصل، ابن اختي بقى وبتاع وعايزه يجيب جون وكده. بس الحقيقه ان اللي يبقى واخد باله من الموقف قوي يفهم ان انا ما كنتش بشجعه عشان يجيب جون ولا حاجه، انا كنت بشجعه عشان يشوط، علشان كل ما هيشوط بدري كل ما هيبقى ابعد شويه عن الجون فاحتمال ان هو يجيب جون اقل بكتير. فانا بقول له شوط يعني اللي هو ارمي الكوره بعيد وخلاص. ده ابن اختي، ده حبيبي، ده انا بحبه جدا، احنا اصحاب جدا على فكره وبنلعب مع بعض كتير وقريبين من بعض. بس الحقيقه ان انا تشجيعي ساعتها كان تشجيع على حاجه غلط، على ان هو يشوط بره الجون. فالموضوع بجد لفت نظري اكتر للحته دي بالذات، ان انت بقى ان فعلا لو احنا خطينا كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هم السببين الاولانيين هنلاقي حاجه مهمه جدا ممكن تبقى في الناس اللي حواليك، ان هم ببساطه هم مش عايزين لك الخير ولا حاجه. يعني هم مش عايزين ان هم يشجعوك على حاجه كويسه، بالعكس انت ممكن تكون حد جامد جدا وحد كويس جدا ويبقى حواليك ناس بتشجعك على حاجات غلط، علشان هم ببساطه مش عايزين يشوفوا النجاح ده، هم عايزينك تمشي في سكه غلط علشان ما تسبقهمش او عشان ما تعلاش عليهم. للاسف الكلام ده موجود على فكره، او مش موجود، احنا مش في عالم وردي. يعني الناس اللي تبقى ضامن ان هم ما بيعملوش كده ناس بجد بتتعدى على صوابع الايد الواحده، ده غير امك وابوك يعني. بس غير كده بجد انت ما ينفعش تبقى واثق في حد 100% ان هو بيتمنى لك الخير وان هو بجد هيشجعك على حاجه حلوه. فبالتالي هنرجع برضو لاصل الموضوع، ان انت ضروري جدا تشجيعك يبقى من جواك. طيب ده معناه بقى ان انا خلاص اتجاهل حاجه خالص زي التشجيع ده؟ هو طبعا دي حاجه كويسه ان انت تبقى مش معتمد عليه خالص. انا فاهم ان اي حد بيتقال له كلمه كويسه بيتشجع، اي حد بيتقال له حاجه حلوه بيتبسط وبيبقى حاسس ان هو احسن وحاسس ان هو قادر يشتغل وقادر يدي اكتر في الحاجه اللي هو بيدي فيها. بس اللي عايز اقوله لك والخلاصه من الفيديو ده كله ان انت ما تخليش التشجيع حاجه هي بس اللي بتحرك، ما تخليش ان انت تبقى معتمد عليه اعتماد كلي، علشان هو عادي فعلا ممكن ما يبقاش موجود وممكن يبقى من الشخص الغلط وممكن يبقى تشجيع في الاتجاه الغلط اصلا. فببساطه خليه حاجه حلوه، حاجه اكيد كده لازم اي حد هيشجعك على حاجه هتبقى مبسوط، لكن ما تخليهوش هو اللي بيحركك علشان لما ما يجيش ما تعطلش. بما انك اتفرجت بقى لحد دلوقتي اعتقد ان الفيديو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك ويا ريت تشترك في القناه كمان لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت كل ده وبس كده. السلام عليكم.